صباح الخير يا حلوين او مساء الخير يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين. كل سنة وانتم طيبين. بينا نشوف الشنطة دي من وزير الحلو فيها ايه. معايا معلقة طبعا عادي، والترند الجديد متشقلطة برجر. النهاردة رحت الفرع بتاع وزير الحلو اللي في فيصل، وكنت عاملة اوردر اللي هي المتشقلطة مانجا، بس للأسف كانت ناقصة من الفرع، فطلبت المتشقلطة نوتيلا. المتشقلطة بتكون عنده عبارة عن قشطوطة سادة خالص موجودة، وبعد كده بيحط البرجر بتاعك اللي انت طالباه، ويحط الصوصات هناك نوتيلا وبيستاشيو ولوتس ومانجا. وده كده الشكل من جوه، شكل الطبقات القشطوطة والبرجر وصوص النوتيلا. الصوص عندهم تحفة جدا وطعمه روعة. معلش بقى سامحوني ما قدرتش وانا بصور، كنت لازم ادوقها، طعمها حلو قوي، السكر بتاعها مظبوط، القشطوطه متسقيه في لبن، كميه لبن بجد رهيبه. انا اول ما خدتها من الفرع النهارده رغم ان كنت صايمه، بس بصراحه ما قدرتش اقاوم. اول ما فطرت قلت اصورها معاكم وندوقها سوا مع بعض. رأيي فيها بصراحة القشطوطة طعمها حلو، السكر بتاعها مظبوط، متسقية بكمية لبن حلوة جدا. بالنسبة بقى لطبقة البرجر، بصراحة دي اختراع، يعني انا ما شفتش كده قبل كده. الطبقة اللي من تحت اللي هي الصفرة ديت، المفروض اللي هي التشيز بتاعت البرجر، دي عبارة عن كريمة طعمها بجد تحفة. طبقة البرجر دي في اختلاف عليها، هي ما بين بسكوت ما بين كيكة، بس طعمها بجد خرافة. جربوها ومش هتندموا ابدا. وده كده شكل الثلاث طبقات اللي هما موجودين، الكيكة والكريمة والتشيز والبرجر وصوص النوتيلا. وده شكل الطبق بعد ما احباب الله دقوا منها. كل سنة وانتم طيبين.